اوعى واياك تبوظ خروجتك عشان الاسباب التافهه اللي هقولها دلوقتي. لحظه واحده، حد يعرف مين ده؟ ما علينا. اول سبب وهو اختلاف الاذواق. حاول تنقي مكان فيه اذواق كتير زي حضرموت شيخ المندي اللي انا بصور فيه دلوقتي. تاني سبب، نقي مكان الفايبس بتاعته حلوه وياخدكم كلكم كشله. برضه زي حضرموت شيخ المندي، عنده قعدات عربي وعنده قعدات ترابيزات عاديه وعنده قعدات في الاوت دور، فهو تحفه. تالت واهم سبب، الاسعار والكميات. نقي مكان اسعاره لطيفه وكمياته كتير. وده اللي برضه عند حضرموت شيخ المندي، عامل مؤخرا صواني باسعار حلوه قوي وكمياتها كبيره. اول صينيه شفت اللي حصل ب 1100 جنيه، دي تكفي 5 افراد جعان، فيها 5 من كل حاجه، كفته، سجق، شيش، ممبار، ارباع فراخ مندي، ده غير الرز والسلطات. تاني صينيه اسمها بابا المجال، فيها مشويات مشكله، كفته وطرب وسجق وشيش، ده غير اللحمه المندي والممبار والرز والسلطات، وطاجنين فريك باللحمه وطاجن ملوخيه ب 1750 جنيه. تالت واهم صينيه، دول صينيتين بقى، منهم صينيه مليانه لحمه مندي بس، والصينيه الثانيه فيها 5 افراد حمام وكفته وسجق وشيش وممبار نص كيلو من كل حاجه، وطاجنين ملوخيه ورز، ده غير السلطات طبعا، وسعرها 2750 جنيه. صينيه كبيره تكفي تقريبا 8 اشخاص، يعني الفرد في رينج 350 جنيه. بصوا، هو عموما لو انتوا جروب الواحد هيدفع فيكم 250 350 جنيه. والاكل بصراحه عجبني جدا المره دي، خصوصا الملوخيه كانت احسن من كل مره، ولكن صراحه هم متخصصين في اللحمه المندي، بيعملوها حلوه قوي. نفس الكلام برضو على الفراخ المندي، بصوا اصلا لونها عامل ازاي، كانت عظيمه جدا. واظن واضح، انا واصحابي نسفنا الاكل وبعد كده كنا عايزين نقعد قعده رايقه، فنزلنا نقعد في الاوت دور وحبسنا بشاي. ما تنساش تعمل لي فولو عشان اللي جاي لسه كتير.